قال تياغو بيتارتش لاعب ريال مدريد الصاعد إنه لم يحسم بعد قرار اللعب لمنتخب المغرب أو إسبانيا، مؤكدا في تصريح لبين سبورتس أن زميله إبراهيم دياز نجم أسود الأطلس يقدم له الكثير من الدعم في غرفة ملابس النادي الملكي. لم أحسم قراري بعد بشأن المنتخب الذي سأمثله. الأمور تمضي جيدا مع إسبانيا، لكنني سأحدد لاحقا. إبراهيم يتحدث معي كثيرا عن الأمر، فهو يشعر بسعادة كبيرة في المنتخب المغربي ويقدم لي الكثير من الدعم وسند كبير في غرفة الملابس. في تصريح لبين سبورتس أعرب نجم المنتخب المغربي وباريس سان جيرمان أشرف حكيمي أعرب عن تقديره لمدرب المنتخب المغربي السابق وليد الركراكي، كما رحب بخليفته محمد وهبي متمنيا التوفيق لأسود الأطلس في بطولة كأس العالم 2026. بصراحة هذه مرحلة انتهت مع المدرب وليد الركراكي الذي عشنا معه لحظات جميلة جدا وحققنا معه أشياء مهمة وكتبنا جزءا من تاريخ كرة القدم المغربية. أتمنى له كل التوفيق في مسيرته المقبلة سواء له أو لعائلته، فهو يستحق كل الخير وسيبقى دائما جزءا من تاريخ المغرب. في الوقت نفسه نرحب بالمدرب الجديد وبالجهاز الفني المعاون. لدينا هدف كبير في المرحلة المقبلة وهو الاستعداد بأفضل شكل ممكن لكأس العالم. سنعمل بكل جدية وبأقصى ما لدينا من طاقة ونأمل أن نحقق إنجازات كبيرة معا.